السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جاكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام العيد. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده حبايب قلبي جايه النهارده اجمع معاكم الشطه بتاعتي والفلفل. كان نشف تماما بس رجع يحضر معانا تاني عشان بس الميه ما كانش فيه ميه باستمرار بسبب البلاغ اللي اتعمل فينا عشان الخرطوم وكده، فما كنتش بروي باستمرار فكان الزرع نشف. بس الحمد لله لما رجعت ترويه رجع يحضر معانا تاني وجاب نوار من جديد. فالشطه فيها شطه دلوقتي مستويه، فانا هجمع الشطه وخليكم معايا لنهايه الفيديو عشان هجمع معاكم الملوخيه، لان طالبه معايا النهارده ناكل ملوخيه بشوربه لحمه، فقلت بقى النهارده اعمل شويه ملوخيه طازه كده من قلب الزرع بتاعي. فخليكم معايا بقى مع الشطه الاول وافضلوا معايا لنهايه الفيديو عشان تشوفوني وانا بجيب الملوخيه برده معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشطه دي انا هجيبها هحطها في المش، مش هسيبها بره يعني، انا هحطها في المش على طول لانها مستويه تماما. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، جامده يعني ناشفه في نفس الوقت، فربنا يبارك يا رب. مش هنجمعها كلها برده، احنا هنجمع القرن اللي هو مستوي بس بحيث ان احنا نحطه في المش ما يسودش معانا. واخلل بيها اي حاجه يعني بتنجان فلفل اي حاجه سمك اي حاجه محتاجاها بتبقى حلوه جدا جدا. يا رب تفضل معانا بقى لما يجي ايام الزيتون عشان نخلل منها الزيتون برضه. فمعلش بقى لو هطول عليكم الفيديو بس عشان اوريكم الخير والرزق اللي احنا بنجمعه من زراعه ايدينا يا حبايبي في قلب البيت عندنا، مش ارض زراعيه ولا حاجه، ده شغلي في قلب البيت اهوت. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى اما بتحمر بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يعني المفروض ان انا اسيبها تبقى حمرا كده، بس انا حابه ان انا ايه يعني اجيبها ملونه في احمر في اخضر كده واحطها اخلل لحد بس ايه ان انا اخف عنها الحمل شويه بحيث انها تجيب معايا جديد. يعني كل ما هجمع منها كل ما هتجيب معايا جديد. الشجره دي فيها كتير بس هنقي النجف بس. عندك حاجه كده في اهو طري ده سيبيه، احنا بننقي النشف بس. شايفين هو القرن قد ايه؟ بس ناشف تماما اهو. شايفين الفرقعه دي؟ الفرقعه دي بتعرفكم ان هو ناشف. بس كده يلا. في قرن اهوت قدامك. فين؟ اهوت في الشجرة دي. لا اهو يا ماما اهو. عارفة ده اهو؟ لا ده طري لسه انا شفته. شايفين دي بقى يا حبايبي؟ بس هترجع كده يا ليلى. شايفين حجم الشطه دي؟ انا مش هجمعها قرونها كبيره، ده انا هسيبها لحد ما تنشف وتحمر، يعني ديت لو اتحطت كده بتسود، فانا هسيبها ديت لازم تحمر غصب، يعني مش لازم ان انا اجمعها خضره كده، ديت لازم تحمر معانا. كلها بنفس النظام ده كده. شايفين؟ مش عارفه ليه يا بنتي مركزه في التليفون ولا مركزه فين. عايزه احطها في حته انا هبقى سودة من الشمس. سودا من الشمس هتسود الدقيقتين دول. مش عارفه انزل اصلا الشغل دي مسكها ببعضها، يعني انا مش عارفه اجيب منها حاجه. عند الملوخيه دي اللي مش عندها حار. انا عن نفسي اروح دلوقتي اعمل لي طبق سلطه خضره كده يحط لي عليها شطه من دي واكلها على الريق كده جميله، تقتل اي بكتيريا في الجسم وتقتل اي ميكروب.
انا بجمع الناشفه بس، ما بجمعش الخضره. لو جمعت الخضره كمان يعني هجمع كميه كبيره، بس انا بجيب القرن المستوي بس، عشان الخضره لو حطيتها في المش هتسودهم. عشان بس يكون عندكم معلومه كويسه، لو حطيتي الخضره في المش بتسود المش معاكي. هات الطبق يا ليلى. فيها كتير بس الشهر ده عايزه اقلعها، بس هقلعها بقى في اي وقت تاني لما يكون في ظل على الشط، عشان ما تنشفش من الحر. النار قلبت الشط خالص. امسك كده امسك كده. هي ده شجرة ايه؟ اللي هو المداد الحب ده، وواحده تانيه شجره كنا طالعه فين برضه. هيوقع النوار بتاعها، مش عارفه جايه مننا داهيه دي. شايفه فيها قد ايه؟ ده كبير، يعتبر ان هي وقعت النوار بتاعها. بس لازم تنشاه لانها مكتفاه. دي مكتفه الشطه مش عارفه تاخد راحتها. فيها هي. هي فيها شطه شيلي كتير ده بس مش عارفه ان انا اصلا اتحكم فيها. شايفه ده فيه كتير. بحاول اسيسها يعني على قد ما اقدر. يعني انت ما لقيتيش مكان اللي هنا تطلعي فيه؟ شايفين؟ دي بقى اللي انا خايفه منها، الشطه تتقطع. طب ما ده بيفرقع اهو. ده بيفرقع. فيها زرع اتقطع وقع اتقطع اصلا. انجزي يا اما الجو حار. حاضر. شايفين يا حبايبي القرن دول ايه؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده متداري مش شايفاه، بس هي اتبهدل فيها زرع كتير، بس مفيش مشكله بقى طالما الجدر موجود هيخضر معانا تاني. وكل ده محطوط وانا مفكره شطه. هي مكتفاها مبوظه الدنيا. هي بقى مع راويه كده هتفوق تاني وترجع تمام زي ما كانت. الشجره هي مليانه وما احناش شايفينها. شايفه الفرخه؟ مالها؟ الفرخه طلعت على البتاع. ياخدوا راحتهم. هيجوا ياكلوا لك دول. لا مش هيبقى. شايفين يا حبايبي كميه بتاع الزرع اللي كان فيها ده، كان مكتفها خالص، تكتيف صعب جدا جدا. نقيتها ونضفتها، هتفوق بقى على الريه دي. يلا بينا بقى نروح نجيب الملوخيه بتاعتنا اللي هنجيبها. هنزل بقى يا حبايب قلبي اجيب الملوخيه بتاعتنا بقى اللي احنا هنجيبها. خلي ايدك تحت كده يا ليلى. شايفين انا هقطعها كده عشان ترجع تخضر معانا تاني، يعني مش هجيبها من جدرها عشان افضل طول السنه اخد منها اهو زي ما انتم شايفين. وهجيب الشجره الكبيره مش هجيب الصغيره. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال بتاعها. هجيبها كلها كده، هجيب بس قدام شويه. ده الشمس مش مبينه الا نص الملوخيه. مش مشكله بقى، الشجره اتقلعت بجدرها. حتى اللي بلاك طالع هنا. المكان ضيق وانا مش عايزه اهبس على حد.
شايفين يا حبايبي اهو، بسم الله ما شاء الله. هجيب الكميه بتاعتي كلها وهرجع لكم. خلاص يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين دي كميه المخلل اللي انا جمعتها عشان على قد الطبخه بس، عشان ما اجيبش كتير وابوظه في الفاضي. جبت كميه على قد الطبخه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله. شايفين شكل الملوخيه طازه وجميله جدا جدا. ربنا يبارك يا رب ليا وليكم امه محمد اجمعين. دي فرق الزراعه بقى في البيوت عن ما تكون في اي تشتري من اي مكان تاني. يكون عندك مكان استغلي واستهدف الايه انك تزرعيه وتاخدي منه حاجه طازه وجميله جدا جدا منين ما تحتاجها تلاقيها في قلب بيتك. فدي كان الفيديو بتاعنا النهارده. استنونا الفيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.